سلسلة مجانية لتعليم أسئلة النظري من دون ما تدفعوا يورو واحد. بهي السلسلة راح تتعلموا النظري لشهادة السواقة بكل سهولة لتنجحوا بالامتحان النظري وما تكلفكن أبدا تكاليف إضافية وتنجحوا من المرة الأولى. إذا كنتم مهتمين ما عليكم غير تدخلوا تعملوا متابعة لهي الصفحة وتشتركوا بقناتنا على اليوتيوب لتصلكم الدروس والفيديوهات فور نشرها. الرابط تبع قناة اليوتيوب راح تشوفوه بالبايو بالصفحة الرئيسية. سؤالنا لهذا اليوم عليه 4 درجات، 4 نقاط بفحص السواقة النظري، يعني سؤال جدا مهم. بيقول: قائد الدراجة يرغب في القيادة إلى الأمام مباشرة، كيف تتصرف هنا بالشكل الصحيح؟ مثل ما أنا شايفين هون على الطرف اليمين في عنا دراجة، ومثل ما بيقلنا يبدو أنه هو متجه إلى الأمام، يعني بده يطلع جرادي أوس مثل ما أنا شايفين إلى الأمام مباشرة. عنا جوابين، أنا هو الإجابة الصحيحة. الأولى بتقول أظل خلف قائد الدراجة، يعني أظل وراه. الجواب الثاني أتخطى قائد الدراجة، يعني أنه أنا ما أنتظره، أظل متابع المسير. راح أعطيكم بعض الثواني للكل يجاوب على هذا السؤال ويكتب الإجابة الصحيحة بقسم التعليقات. بتمنى من جميع الطلاب والمتابعين يتابعوا ويكتبوا الإجابة الصحيحة ليعم الخير على الجميع ونستفيد كلياتنا مع بعضنا وننجح بفحص النظري للسواقة. تمام؟ يلا قول يا رب، واللي ماله مشترك بالقناة وماله حاطط متابعة يحط متابعة ويساعدنا بنشر الفيديوهات ليعم الخير على الجميع. يلا يا رب. بظن انتهيتوا من الإجابة على هذا السؤال. رح نشوف الإجابة مع بعضنا. الجواب بيقول عنا هون بهذا السؤال هو أظل خلف قائد الدراجة. يعني نحن مثل ما قلنا قائد الدراجة بده يطلع جرادي أوس، ونحن مشغلين الغماز بدنا ننعطف باتجاه اليمين. موجود عنا على طرف اليمين إشارة الأولوية مع إشارة الخط العريض المتجه نحو اليمين، يعني نحن متواجدين على شارع الأولوية مع صاحب الدراجة. هو كونه بده يطلع جرادي أوس، نحن لازم مجبرين بالقانون إنه نحن ننتظره، كوننا نحن بدنا ننعطف وهو بده يكمل إلى الأمام. تمام؟ فلذلك الإجابة الصحيحة هي أظل خلف قائد الدراجة. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هي السلسلة المجانية اللي عم نقدمها على قناتي على يوتيوب وعلى منصة تيك توك. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها بالتعليقات، رح أجاوب على الجميع. بتمنى لكم صيام مقبول، رمضان مبارك على الجميع، ولا تنسونا من الضغط على زر القلب وترك تعليق لطيف تقديرا لجهودنا اللي عم نقدمها. كان معكم أنا مدرب السواقة بايرن سالم قاسم.